والبال الأساسي المقصود بها هو فهم ثقافة العدو اللي يجعلها مثلا السلاح يعني للرد عليه. الرد عليه باللغه اللي يفهم. على كل حال احنا بالمصطلحات الحلسانيه ونقولها يعني في قمه يعني البلاغه، في قمه اللي بيقولها الشاعر، في قمه البلاغه، ولكن ربما ما يفهمها يعني المواطن المغربي، ولا يفهمها يعني النظام المغربي ولا الموظف المغربي ما يفهمها. بينما تعود تخاطب بلهجتهم يعني دخل بعض العبارات، فهمت؟ خاصة من يتعلق مواقف متعلق بهم هم، مثلا كيف مثلا هذيك يعني انت جايب للصحراء جبت لها، فهمت؟ هز معاك يعني الرشوة والزون، انت جبت غير الرشوة والزون، سير ارجع للدار هز معاك الرشوة والزون. تعلن هذه العبارات المقصود بها، قلت على انه يعني مخاطب بها العدو به اللي يفهمها، يعني يفهمها لما تقول هز معاك يعني الرشوة والزون، فهمت؟ إيه على كل حال هو جاب الصحراء ما جاب لها والو. بنيت صحراء ودرتها جنة خضراء ولا جانب الاقاليم الجنوبيه وسمو التراب اقل فين ودير له الفوسفات وحده، غير فياج واحد منه يا اخي، واحد من الفوسفات باني صحراء وباني جنوب المغرب وباني اسماء، لا فياج واحد. وش مانك جايب والو، مانك عاطي والو من جيبك، هذاك حيوان بويا وصدق عليا، مانك جايب والو جديد، والو ما جبت والو. في محور قديم وحار يبريه الفوسفات المطحون والنحاس الزين وقزوار، والحوت بكم ونوع ولون، ذوك نداوي بهم المرار. منين نداوي هوقي؟ ذوك نداوي بهم المرار في المناطق، وفادنون وفسق وفاسة بالتكرار. الانتفاضة تنطح بقرون جنتني شعلت فيها نار. تحاول عنك تشري دمار الصحراء، والصحراء دمارهم ما ينشروا، فهمت؟ كما قال بعض شيباني من المخابرات، واحد من المخابر قال الشباب هذا قالوا خاطبوا قالوا انتم خليتونا، قالوا غرجوا، قالوا كيل الحمام، قال تاكلوا الزرع وتروحوا للعش، فهمت؟ إذا عيانا ما فهمت ما نعطوه، عيانا ما نخلصوا، عيانا ما نرشوه، صح ما قدرناش نوصل لقلوبكم. إذا قلت على أن هذه العبارات المقصود بها، قلت على أنه يعني مخاطب بها العدو به اللي يفهم،